باش نحط لك اوديوات راه ديجا وقيلا سمعاتهم تامر والهام. يعني كان مولينيكس انا توجهت ليه، انا من بعد المشكل ديالي مع نوفل مع طالوني كان كيبان لي بان مولينيكس كان كيضرب في طالوني. مشيت عنده قلت ليه الله يجازيك بخير، بحال هكا انا راه عندي كلشي مسجل كلشي الامور. قلت ليه الله يجازيك بخير، بغيتك توقف معايا خويا يونس، انا راني ضحيه ديال نوفل. قال لي فاش؟ قلت له انا راه مشيت 3 موا وخلص ما يزيد على 100 مليون مغربيه، لانه كان اتهموني بانني اتاجر في المخدرات الصلبه في الامارات. وانتم كتعرفوا يعني المخدرات الصلبه في الامارات كتراوح لمده 15 20 30 عام. داروا لي التحليل تما في الامارات، انا ما عمرني ما استهلكت المخدرات بصفه نهائيه، لا بيضاء لا كحله لا والو. انا كنشرب كنشيش، هادشي من اول حاجه ديالي انا من الحياه ديالي الاولى. ما عليناش، قلت له ودي وقف معايا اتجاه هاد السيد هذا. ناض يونس طلعني عنده، بديت كنضرب في نوفل، هادي فعل ليا ترك ليا هادي. نط انا كنت درت شكايه بنوفل في تركيا، مشيت لتركيا ودرت به شكايه. نضنا وقفنا في المحكمه هادي تم الصلح بيناتنا، تصالحنا. حنا ملي تصالحنا وخرجنا بواحد لا فيديو باننا تصالحنا، ناض مولينيكس كيضرب فيا، قال بان هاد السيد هذا ماشي راجل، وهاد السيد باع راسو، وهاد السيد عطاه فلوس، وهاد السيد هذا راه داير ليه وفعل ليه وصدق ماشي راجل. صدقت انا ومولينيكس يعني في مشاكل، ولا مولينيكس كيسب فيا كنقول ليه غندير بك شكايه، قال لي ما ديرش وحده ولا جوج، دير 100 شكايه. انا شنو درت في هذيك الوقيته نبيل خويا؟ توجهت للمزيت لانه رئيس الجمعيه، وبانه كانت هذيك الامور ديال التفاهه. قلت ليه اجي نديرو شكايه بهذا السيد اللي كينوض وكيتعاقى في اللايفات وكيشطح في اللايفات وكيمارس شي امور يعني لا اخلاقيه في اللايفات، اجي نديرو به شكايه. وهاد الامور كامله عندي الدليل عليها، انا كندوي معاك يعني من القلب ديالي، ماشي كنجاملك ولا كنقول شي امور ماشي هادي. قال لي مرحبا، نط انا كتبت الشكايه، هو باقي عندي الدليل هنا في هذا البيسي هذا اللي كندوي معاك منه، هذا البيسي اللي حدايا. نط كتبت الشكايه، شديت الفيديوهات حضرتهم في سيدي في هذا البيسي هذا اللي كان كيشهد عليا. قدمنا الشكايه في رئاسه النيابه العامه بخصوص مولينيكس وبخصوص ادم وبخصوص الام ديالو. شنو درنا في الشكايات؟ درنا فيهم الاخلال بالحياء العام، درنا فيهم التبادل السب والشتم، درنا فيهم التجار في البشر، درنا فيهم بزاف ديال الامور. ومن الفيديوهات اللي درنا فيديو ديال كيميتا مع مولينيكس، درنا فيديوهات مولينيكس مع ادم، درنا فيديوهات مولينيكس مع بعض الاشخاص لا داعي لذكر الاسماء ديالهم، ومنهم الفيديو ديال التخشيه كله. هادشي كان في شهر 8 2025. دازت الامور، وقع مشكل ادم كان وقع عليه مشكل مع الجيران ديالو هو الام ديالو. فهذاك النهار تم الاتصال بالمزيت من الشرطه القضائيه الشرطه الالكترونيه ديال المدينه ديال طنجه. صنعوا على المزيت، قال لي السلام عليكم، راك داير واحد الشكايه بالمسمى ادم بن شقرون والام ديالو مولينيكس. المزيت ربط معايا الاتصال، باقي عندي الامور كامله. قال لي غادي تجي عندنا غدا الصباح. المزيد دوا معايا، قال لي غدا غنمشي الصباح لطنجه حيت الشكايه راه تفعلات. شنو درنا؟ قال لي مزيت واش تمشي معايا؟ قلت لي ماشي مشكل. مشيت انا وياه، وباقي عندي واحد الصوره في الشرطه عند البوليس ديال المدينه ديال طنجه. تصورت انا وياه وتصورنا في الطوموبيل غاديين، درنا فيديو وكان داير اللايف. قلت لي ما تبينيش، كان جالس حدايا وباقي اللايف يشهد على ذلك. وانا اللي ديت المزيت في طوموبيلتي، ومشينا تصنتوا للمزيت. من بعد داز بعد الغدوي ليه داز ادم، دخلوه للحبس. من موراها مولينيكس ما عرفتش واش كان خارج ولا كان داخل، المهم كان خارج على ما اظن. تم الاعتقال ديالو، هي باش جابوا مولينيكس بخصوص الفيديو ديال تخشيه كله، بخصوص هذوك الاتهامات. هادشي اللي كاين. انا كنقول لك دابا الحيتيات ديال الامور كيفاش راه دايره، وكنعاود لك ولو تكون عندك الصفه ولا ما تكون عندك الصفه، حنا كندويو يعني مواطنين مغاربه
تكونوا في الجاليه ولا تكونوا هنا في البلاد، يعني كندويو كاملين بحال بحال. كنعاود ديك الحيثيات كما هي، وعندي الدلائل ديال هاد الامور هذه. كمل معايا اخويا العزيز، انا عاودت لك دابا من ا حتى لزد. اوكي دابا علاش دابا حنا كنا كندافعوا على مولينكس في الوقيته اللي كان قبل الجلسات وداك الشيء. منين انت عندك ايوب عندك الدليل، علاش ما قدمتيهش؟ علاش انت تحكم؟ وعلاش غادي نوضوا نقولوا غادي نحيدوا له التجاره في البشر؟ معني كانت انا غلط في واحد القضيه. انا صون عليا الجوكر، ها هو يشهد على ذلك، الجوكر ديال فرنسا اللي مع تحفه قال لي بعد على المزيت وطريق المزيت، غتولي في مشكل مع تحفه. وهذا خير دليل بان تحفه قبل مولينكس كنزل واحد الاوديو ديالي انا وطالوني كيقول لهم بان هذا السيد تعرض مسكين الامور خايبه مع نوفل، وانا نوفل مصالح معاه، نوفل بحال خويا دابا الان، بحال خويا يعني صاحبي. قال لي هذا السيد هذا انت راك بعيده ايوب، راه سميتو تحفه عنده مشكل مع المزيت، بعد من المزيت. انا المزيت بخصوص الطعام اللي مشاك انا وياه وبخصوص المسائل اللي بينه وبينه ما قدرتش نبعد منه، بديت كنضرب في تحفه. هذا هو الشيء اللي خرج تحفه ولا ضدي. اما انا تحفه بيني وبينه ما بينه وبينه حتى شي مشكل. وفي الاخير هذا المزيت هذا اللي كنحطو فوق راسي ومشى انا وياه الطعام، نهار مشى للفقره الوطنيه اول اسم جبدو هو انا. قال لك بانني انا اتخابر مع جهات اجنبيه. هذه قلنا انا طلعت بيدي قلت المزيت نهار يجر معاه. اسمعني اخويا العزيز، اسمعني، وهذا يشهد على ذلك. انا نهار جبدني انا بانني انا مطلع كاعلامي، مطلع هذا السيد من اجل الصلح في الوطن، ماشي من اجل الضرب في الوطن. انا الوالد ديالي معروف في الساحه الاعلاميه، ومعروف ان جدودي تا هما معروفين. كلم اخويا نبيل، كلم. باش نكونوا واضحين، واش دابا انت في نظرك هاد الناس كلهم لا تحفه ما حاولش وجبد بزاف د الحوايج عليه انه خاين الوطن، ومنين داروا انا خويا نبيل، اسمعني، انا كنت 15 عام. معني انا نبيل خويا، انا كنت ضد تحفه على قبل المزيت، اما تحفه ما بينه وبينه والو. ولكن في الاخير والاول والاخير انا كنعرف تحفه كيقول الصراحه، وملي كيجبد شي واحد كيقول لي بان هذا مرتشي، فعلا مرتشي، وانا غنتعاون مع تحفه من هذا المنبر هذا، وانا وعدت الناس اي حاجه غنتعاون مع تحفه، وانا مع تحفه. واي واحد غيقول شي حاجه في تحفه انا ضد الناس اللي غيقولوا شي حاجه في تحفه، لان عندي ما يثبت على ذلك. وانا عندي الاوديوات ديال القضاة الفاسدين، وعندي اوديوات وفيديوهات ديال الوكلاء والنواب الفاسدين، حاشا ولينا يكونوا شرفاء، واحترامنا للقضاء النزيه والامن النزيه اللي كيترأسوا ربي يحفظوا السي الحموشي، واللي كيترأسوا عاوتاني السي هشام، يعني سميتو، وكيترأسوا عاوتاني السي هشام باعلي تا هو احتراماتنا ليه، وكيترأسوا الناس اللي شرفاء. اما هناك قضاة فاسدين، وهناك وكلاء لفاسدين، وعندي ما يثبت على ذلك. واي نقطه غتمس تحفه انا مع هاد الناس ونجيب الدلائل بان تحفه كان كيقول الصح، بان هاد الناس اللي كانوا كيطلعوا وكيديروا البوز من اجل الانتخابات ومن اجل البوز ديال زيرو تفاهه، عندي ما يثبت على ذلك. وهاد الناس اللي كانوا كيطلعوا وكيضربوا في بلادنا عندي ما يثبت على ذلك. انا الان بغيت نتصالح مع هاد الناس، انا ماشي من اجل شي حاجه، من اجل باش نقول كلمه الحق، لانني نهار قلت بانني في صراع مع تحفه، وبان مولينكس هو ضحيه كنت كنقول الكلام الصحيح، وبانني ملي قلت بانني انا مع مولينكس كنقول الكلام الصحيح، وبانني كنقول اي حاجه كنقول الكلام الصحيح، سواء نكون هربان ولا نكون داخل ارض الوطن كنقول الكلام الصحيح. ما خليت لك ما تقول وقالت سينادي. لا حتى تنفكر انايا دابا كتقول عندك اوديوات ديال وكلاء المال، علاش ما تقدمتيش بهذا الشيء هذا؟ علاش؟ واش انت خايف انت توقع لك شي حاجه؟ اسمع، كانوا عليا ضغوطات في الاول، كانوا عليا بزاف ديال الامور وبزاف ديال الممارسات، وانا كنت ضد تحفه وضد الهام وضدك انت اللي معانا دابا وضد تامر.
كنت